السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله فيديو جديد مع وصفة جديدة اللي هي خبز هو تونسية ولا غاتو من غير جينواز، اللي كتجي ساهلة وكتجي روعة 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 في المذاق. غير تبعوا المراحل، انا مشيت معكم خطوة بخطوة باش تكون نتيجة مزيانة. المهم نمشيو على بركة الله المقادير. اول حاجة غادي نحضر الكريمة، كريم باتيسير اللي ساهله كلشي كيعرفها. المهم هنايا خديت 700 ملي ديال الحليب باش تجيني شويه الكريمه عاقده. خديت معاها 80 غرام ديال بودره الكريم باتيسير، وخديت معاها 3 المعالق ديال السكر سنيده. المهم السكر كيبقى على حسب الذوق، ممكن نزيدو حتى 4 المعالق. صافي هنايا خديت طنجره وضعت فيها داك كيما قلت لكم الحليب. ما وضعتش هي نورمالمون اطر ديال الحليب على 80 غرام، انا وضعت غير 700 ملي باش تجيني شويه عاقده. وضعت عليها داك 3 المعالق ديال السكر سنيده و80 غرام ديال بودره الكريم باتيسير ولا 4 المعالق. صافي كنحطهم فوق النار ما كنوقفش عليهم في التحريك، كنبقى نحرك حتى كتولي لي ديك الكريمه عاقده على هذا الشكل كما كتشوفوا. صافي هنايا غادي نتوقف عليها. هنايا خديت داك اناء غادي نوضع فيه داك لا كريم كما كتشوفوا، راه جاتني عاقده شويه. صافي هنايا غادي نغطيها بواحد بالبابي السلوفان باش ما ديرش ليا ديك القشره اللي الفوقانيه كتكون يابسه وتخسر ليا الكريمه. وغادي نوضعها في الثلاجه ونخليها حتى كتبرد على خاطرها. هنايا باش ندوز للمرحله الثانيه اللي غادي نحضر فيها الكريم شانتي. هنايا خديت كيس ونص ديال الحليب وخديت 2 العلاب ديال لا كريم شانتي، تقريبا فيهم 80 غرام. هي نورمالمون على كل علبه كاينه 125 ملي ديال الحليب، اما انا خديت نقص باش تجيني شويه عاقده، درت غير كاس ونص ديال الحليب. صافي غادي نخلطهم. هنايا عندي الحليب بارد باش تطلع لكم الكريمه في ساعه وتجيكم ناجحه. كنت وضعته في الكونجيلاتور، يعني راه بارد. وصافي غادي نحطهم في الاناء وغادي نخلطهم حتى كتعقد ليا ديك لا كريم شانتي. صافي هنايا كما كتشوفوا ديك لا كريم راه قادت، كما كتشوفوا راه كتجي شاده راسها. صافي هنايا غادي نوضعها على جنب. وهنايا خديت ديك لا كريم باتيسير اللي وضعتها في الثلاجه حتى بردات. كما قلت لكم راه كنت مغطيها بالبابي سلوفان باش ما ديرش ديك القشره الفوقانيه. وهنا خديت 100 غرام ديال الزبده، الافضل تكون زبده حيوانيه، ولا ما كانش عندكم ممكن تستعملوا غير مارغرين. صافي غادي نخلطها كما كتشوفوا على هذا الشكل. وغادي نبدا نزيد عليها غادي نبدا نزيد ديك الزبده 100 غرام غير بشويه بشويه ونخلطها، نخليها كتخلط حتى كتولي واحد الكريم ما فيها، تولي واحد الكريم لينه. صافي كنتوقف عليها. صافي هنايا الكريمه كما كتشوفوا صافي راه وجدات، كتجي على هذا الشكل كما كتشوفوا. صافي هنايا غادي نضيف عليها نص ديال لا كريم شونتي اللي سبق لينا طربنا، وغادي نرجعها تخلط. ومن بعد غادي نزيد عليها، المهم كيبقى اختياري. انايا نكهتها بالشوكولات، ممكن تنكهوها
باي نكهه بغيتو. المهم انايا نكهتها بالشوكولات، كيجي واحد المذاق رائع ديال الشونتي ولا كريم شونتي والشوكولات ولا لا كريم. صافي هنايا بعد ما تخلطت ليا الكريم باتيسير مع لا كريم شونتي، هنايا بديت كنضيف عليها في الشوكولات اللي ديجا ذوبته وخلطت مع واحد شويه ديال لا كريم باش يولي ليا بحال الشكل ديال الكلاصاج، ونخليه حتى كيدفى باش ما تهبط ليش ديك الكريمه. صافي هنايا الكريمه راه كما كتشوفوا عندي واجده. صافي غادي ندوز المرحله المواليه. هنايا كلشي عندي واجد. خديت مول اللي وضعت فيه البابي كويسون، ممكن توضعوا فيه البابي سولوفان غير باش تجينا سهله باش نحيدوها. هنايا خديت 3 العلب ديال لي بسكوي، كل علبه فيها تقريبا 180 غرام. والكريمه اللي وجدنا. صافي هنايا هو عندي القهوه. انا استعملت غير قهوه سريعه الذوبان، ممكن نستعملوا اي قهوه اللي تكون ضروري تكون يا اما دافيه اما بارده، ما تكونش سخونه باش داك البسكوي ما يفسدش، باش كنحطوه ما يفسدش لينا الشكل ديالو. صافي غادي نحط داك البسكوي في ديك القهوه، وغادي نبدا نحط فيه في داك المول، نبدا نست فيه كما كتشوفوا في داك المول حتى كنكمل الطبقه الاولى، وكنضع من فوق هذيك الكريمه اللي وجدنا. راه الفيديو موضح كل شيء، مشيت معكم خطوه بخطوه. صافي هنايا كنوضع ديك الكريمه الطبقه الاولى، درت فوق هذيك الكريمه وغادي ندير من فوقها. المهم هاد المرحله كتبقى اختياريه. انا خديت شويه ديال اللوز وخديت الكركاع غير هرمشتهم وصافي رشيتهم من الفوق. كيجي داك المذاق ديال المكسرات ومع داك لاكريم كيجي روعه، غير جربوه. صافي هنايا غادي نوضع الطبقه الثانيه بنفس العمليه، كنوضعهم في ديك القهوه ومن بعد كنحط كنستفهم ولا كنرصفهم في المول، ومن بعد كنوضع الطبقه الثانيه ديال لاكريم وغادي نرش من الفوق دوك المكسرات، وغادي نبقى هكا حتى كنكمل كاع لي بسكوي اللي عندي وحتى الكريمه حتى هي. صافي بعد ما نكمل هذه الطبقه الاخرى غادي نوضعها في الكونجيلاتور ونخليها حتى كتشد ليا ديك الكريمه راسها. صافي هنايا بعد ما خرجتها كما كتشوفوا من الكونجيلاتور، من الاحسن تخليوها ليله كامله، ولا لو وضعت ولا لا صيبتوها في الصباح ما تستعملوها حتى العشيه باش ديك الكريم تشد في راسها. انا هنا تقريبا خليتها غير شي ساعتين. صافي خديت داك التزيين كيبقى اختياري. انا خديت غير شويه خديت تقريبا شي 100 غرام ديال الكركاع اللي هرمشتو وضعته من الجوانب. ممكن تستعملوا لوز افيلي، ممكن تستعملوا تستعملوا الشعريه ديك الفيرميسيل ديال الشوكولات. التزيين كيبقى اختياري. صافي هنايا وديك لا كريم شونتي اللي بقات ليا درتها في البوش وضعت ديك الزينه من الجوانب. ممكن تضعوا ريضات، ممكن تغلفوها غير بالشوكولات، التزيين كيبقى اختياري. انا هنايا وضعت كما قلت لكم ديك الشونتي اللي بقات ليا وضعتها في البوش درت هذيك الزينه. المهم انا اختاريت هاد الزينه، ممكن تختاروا اي زينه ديروا ريضات ولا اللي بغيتو. صافي هنايا وضعت من فوقها الكلاصاج اللي ذوبت 100 غرام ديال الشوكولات
في حمام مريم. وصافي وضعت عليه، زدت عليه شويه تقريبا 2 معالق ديال الشونتي وخلطتهم باش يولي ليا كلاصاج. ممكن تستعملوا غير الحليب. وضعتهم من الفوق، خليته حتى دفا وصبيته من الفوق. وصافي هنايا خديت داك الشوكولاط اللي بقى لي، داك درت خطوط من الفوق، رشيت من فوق داك المكسرات اللي بقاو ليا. التزيين كيبقى اختياري. انا هنايا وضعت تزيين اللي بسيط اللي يقدر اي واحد يقدر يصاوبه. وهذا هو الشكل النهائي كما كتشوفوا. من الاحسن تخليو الكلاصاج حتى كيبرد. انا هنايا راه غير زينتها صافي، صورتها ما خليتوش حتى برد. من الاحسن تخليوه حتى كيبرد وصافي تقطعوها وتقدموها. ممكن ديروها في مناسبات، ممكن في اعياد ميلاد، ممكن غير يعني راه كتجي ساهله. الاهم كيجي المذاق روعه روعه روعه. غير جربوها، اكيد 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 غادي تعجبكم. يعني راه ما تحتاجوش فيها لا جينواز، ما تحتاجوش فيها الفران، ما تحتاجوش فيها. يعني كتبقى طريقه سهله، يعني يقدر اي واحد يصوبها. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. كنتمنى انه يكون يعني كلشي واضح. كنشكركم بزاف على التعاليق الزوينه ديالكم. هنا سمحوا لي واحد المقطع ما تصورش ديال انني كنقطع فيها. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالها كما كتشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. كيجيو دوك الطبقات باينين. اهم ان المذاق كيجي روعه. غير جربوها، اكيد 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 غادي تعجبكم. وهنا كينتهي الفيديو ديالنا. ملتقانا في فيديو اخر ان شاء الله. في امان الله.